السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن ذبيح الله سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهنفجر برضو مفاجأة بخصوص تدخل سيدنا إبراهيم في حياة سيدنا إسماعيل الزوجية. سيدنا إسماعيل يبقى الابن البكري لسيدنا إبراهيم من السيدة هاجر المصرية. كنا قلنا في الحلقة التانية ظروف جواز سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر، وإزاي هو أخدها هي وابنها الرضيع وحطهم في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وسابهم ومشي ودعا ربنا إنه يراعيهم. خلصت المية والأكل من السيدة هاجر، وبدأ سيدنا إسماعيل يعيط من الجوع، فبدأ التهرول ما بين جبلي الصفا والمروة، عسى أنها تشوف قافلة ماشية تطلب منهم المساعدة، تشوف في مية، تشوف في أي حاجة الناحية التانية إنها تقدر إنها تجيب له مية أو أكل، لغاية ما ربنا أذن وفجر بئر زمزم تحت رجل سيدنا إسماعيل. عاشت السيدة هاجر هي وسيدنا إسماعيل في المكان لغاية ما القبائل بدأت أو القوافل بدأوا يلاحظوا إنه في حمام بيطوف حوالين المكان ده. الحمام ما يطوفش غير إذا كان فيه مية، فنزلوا المكان لقوا فيه مية، فاستأذنوها إن وهم في طريقهم في الراحة والجاية يقعدوا يستريحوا ويتزودوا بالماء، فأذنت لهم لغاية ما جت قبيلة جرهم واستأذنتها إنها تقعد في قلب المكان معاها. أذنت لهم السيدة هاجر إن هم يقعدوا بشرط إن البير بئر زمزم ملكها هي وابنها فقط. فهم وافقوا وقعدوا معاها، وشوية وجت قبيلة العماليق قعدوا برضو في المكان وتعمر المكان وبقى فيه مجتمع. كبر سيدنا إسماعيل وورث عن سيدنا إبراهيم الحلم والخلق الحسن. ربته السيدة هاجر تربية وبأخلاق حميدة جدا، لغاية ما جه سيدنا إبراهيم يشق عليهم أو يزورهم، فلقى فيه مجتمع ولقى الدنيا اتغيرت جدا، انبسط قوي وقعد معاهم فترة. وربنا اختبره الاختبار الأعظم بأنه شاف رؤية في المنام أنه بيذبح سيدنا إسماعيل. فجاب سيدنا إسماعيل وقال له أنا شفت في المنام إني بذبحك، أنت إيه رأيك؟ فسيدنا إسماعيل قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، يعني أبوه نبي وعارف إن الرؤية دي أمر من ربنا. فأخده سيد وطلع عشان يذبحه وهو متأثر جدا، ابنه الوحيد، ولأنه جاب سيدنا إسحاق بعد سيدنا إسماعيل ب 13 سنة، فكان لسه إسحاق ما جاش. فالمهم طالع وهو متأثر جدا وجهز سيدنا إسماعيل للذبح. فنجا ربنا قال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، احنا هننجيه وهنفديه وهنخليه لك، بل وهنجعل ليه ذرية صالحة وهنفديه بذبح عظيم. وفعلا فداه ربنا بذبح عظيم. قعد فترة تانية سيدنا إبراهيم مع السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل لغاية ما جاله أمر برفع قواعد البيت العتيق وبناء الكعبة. وبالفعل بنى الكعبة بمساعدة سيدنا إسماعيل وبمساعدة السيدة هاجر المصرية، وبعدين سابهم ومشي. كبر سيدنا إسماعيل واتعلم اللغة العربية من القوم اللي حواليه، وربنا أنطقه بالفصاحة في اللغة العربية. وتوفت السيدة هاجر وحزن عليها سيدنا إسماعيل حزن شديد جدا، لأنها كانت حياته كلها كانت دنيته، ودفنها في أرض الحجاز. وبدأ إنه يفكر في الجواز. كانت القبائل بتتسابق علشان تديله بنتها، راجل بالأخلاق ديت، فكان هم بيتسابقوا، يعني كان شرف ليهم ان هم يجوزوه منهم. اتجوز سيدة اسمها صدى بنت سعد. السيدة دي زي ما بنقول اليومين دول كانت على طول متأففة، خلقها ضيق، مش عاجبها حاجة، مش عاجبها أسلوب العيشة بتاعتهم، مش طايقة حد. لا، ما كانتش تصلح خالص إنها تكون زوجة نبي. فجه سيدنا إبراهيم للزيارة، ففوجئ بوفاة السيدة هاجر، ولقى سيدنا إسماعيل اتجوز، فخبط على الباب. فتحت له السيدة صدى، فبيقول لها أقدر أقابل إسماعيل؟ قالت له لا، ده طلع يصطاد. فقال لها طب أنا شيخ كبير ضيفيني يعني. فقالت له لا عندنا مية ولا عندنا لبن ولا عندنا أكل، والشاه اللي انت شايفها دي ما بتجيب لناش لبن، والعيشة ما يعلم بيها إلا ربنا. سودتها في وش سيدنا إبراهيم. راح قال لها لما يجي إسماعيل اقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بيتك، وسابها ومشي. رجع سيدنا إسماعيل من بره. إيه اللي حصل؟ قالت له كان في شيخ عدى، قال لها مواصفاته ايه؟ قالت له مواصفاته كذا، وساب لك رسالة بيقول لك غير عتبة بيتك. قال لها ده والدي وبيقول لي ان انا اطلقك وترجعي لقومك، واضح انه شاف منك خلق غير حميد. وبالفعل طلقها.
وبدأ يدور بعد كده على زوجة تانية. اتجوز بعديها من السيدة رعلة بنت عمرو الجرهمية، برضو من قبيلة جرهم. السيدة رعلة كانت مختلفة تماما عن السيدة صدى. رعلة كانت طالعة من بيت كرم، فكانت عارفة كويس قوي تستقبل الضيوف ازاي. مرت فترة وجي سيدنا إبراهيم في الزيارة وخبط على الباب. سيدنا إسماعيل فين؟ قالت له خرج يصطاد. فقال لها ينفع انك تضيفيني، انا شيخ كبير. طبعا هي استضافته وحطت له لحمه وحطت له اكل. فقال لها ايه الاخبار، عايشين ازاي؟ قالت له عايشين في رغد ونعمه وعندنا لحمه ولبن وميه وقعدت تحمد وتشكر ربنا كتير جدا. فرح بيها قوي سيدنا ابراهيم ودعا لها بالبركه، ودعا لابنه سيدنا اسماعيل بالبركه، وقال لها لما يجي اسماعيل اقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبه بيتك. لما جه سيدنا اسماعيل حكت له اللي حصل، قال لها ده والدي وبيقول لي اني ابقي عليكي. وبالفعل ابقى عليها وخلفت له السيده رعله 12 ذكر. وبيقال انها خلفت له بنت واحده اللي هي نسمه، بيقولوا ان اسمها نسمه. كان من ضمن ال 12 ذكر دول واحد هو اللي طلع منه نسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عاش إسماعيل لغاية ما كبر، ولما توفى دفن بجوار الكعبة. دي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم ياريت تشتركوا في القناة وفي صفحة الفيسبوك عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي.